بيبدأ فيلمنا في سنة 2012 في الولايات المتحدة الأمريكية، الوقت اللي كان اقتصاد أمريكا بينهار والإجرام بيزيد في البلد. سجون بقت مليانة بالمجرمين، اللي منهم بيسرق واللي منهم بيعمل أعمال غير مشروعة. ده غير إن البطالة انتشرت في البلد كلها لسببها إن المجرمين زادوا. ناس بقت تتجه للسرقة والنصب علشان بس تقدر تعيش في ظل الأزمة الاقتصادية اللي أمريكا كانت بتمر بيها. ولأن المجرمين زادوا والدولة ميزانيتها ما بقتش تسمح إن هي تتكفل بكل المجرمين دول، عرضت على الشركات إن هي تتكفل بيهم، وعلشان الشركات تتكفل بيهم لازم تكسب من وراهم. في شركة من الشركات ديت قبلت فعلا ان هي تتكفل بالمجرمين دول او بجزء منهم، وبقت تاخد المجرمين وتعمل ما بينهم مسابقات في السجون. وعلشان تحقق اعلى مشاهدات خلوا الناس تتفرج على المسابقات دي، كانوا بيخلوا المتسابقين اللي هم المجرمين يخلوهم يسابقوا بعض سباقات عنيفه جدا، لدرجه ان اكتر المتسابقين كانوا بيموتوا فيها. لكن بعد فتره من عرض المسابقات دي الناس بقت تمل، المشاهدات بقت تقل. علشان كده الشركات دي اقترحت ان هي تعمل مسابقات اعنف عشان تشد ليها الناس اكتر، والسباقات دي بقى اسمها سباقات الموت. ودي كانت اخطر سباقات عربيات في العالم، ده لان المتسابق اللي عايز يكسب لازم يخلص على باقي المتسابقين ويوصل خط النهايه من غير ما يموت، ومن غير ما يكون فاضل اي حد لسه عايش. وفي واحد من السباقات دي نلاقي متسابق اسمه جو وهو بيطارد متسابق تاني اسمه فرانك. فرانك ده يعتبر اعنف متسابق في السجن، اللي كان قريب جدا من خط النهايه. لكن جو بيفضل يطلق على العربيه بتاعته رصاص لحد ما قدر يدمر الجهاز اللي بيطلق الرصاص عنده، وفرانك ما قدرش يرد على ضرباته، فطلب من المساعدة بتاعته تخرج من العربية. ولكن أول ما المساعدة بتاعته خرجت ضرب جو على عربية فرانك قذيفة قلبت العربية كلها ودمرتها. وفي مكان تاني بنلاقي مجموعة من العمال في مصنع وهم بيلموا حاجتهم علشان يخرجوا من المصنع، وده لأن المصنع أعلن إفلاسه، وكل واحد فيهم خرج علشان ياخد حساباته من موظف الحسابات. وبيروح واحد اسمه جيمس علشان يستلم فلوسه، ولكن بيلاقيها ناقصة، وكل الموظفين بيلاقوا إن هم خدوا فلوسهم ناقصة. ولأن جيمس ما كانش قدامه أي حل أخد الفلوس، ولكن لما جه يمشي لأن الشرطة بتهجم على المكان كله بسبب التجمع اللي هم عاملينه. بعدها بيرجع البيت وبيلاقي إن مراته فرحانة إنه رجع البيت، لكنه كان متضايق وزعلان لأنه مش هيلاقي أي شغل الفترة دي. الأيام اللي جاية هتبقى أيام صعبة عليهم. وبيدخل الأوضة لبنته الرضيعة وبيفضل يلعب معاها شوية، ولما بيرجع المطبخ بيلاقي إن مراته واقعة على الأرض وميتة، وبيلاحظ وجود شخص مقنع في المكان اللي بيرش عليه مادة غريبة وبيغمى عليه هو كمان. وبعد فترة بيفوق على صوت رجال الشرطة وهم مصوبين عليه بالمسدسات، وبيقولوا له ما يقومش من مكانه ويسيب السكينة اللي في ايده، وبيبان من الواقعة ان هو اللي قتل مراته. وبعدها بتبدأ اجراءات محاكمته واللي بتنتهي بعد 6 شهور، وبيتحكم عليه بالسجن المؤبد. وبعد ما بياخدوه على الأوضة اللي هيتسجن فيها بيلاقي ان 3 مساجين كانوا عايزين يرحبوا بيه، والحارس اللي كان مع جيمس بيبقى فرحان بالضرب ومعتقد ان جيمس هو اللي بيتضرب. لكن لما بيرجع بيلاقي ان جيمس واقف قدامه وباقي المسجونين واقعين على الأرض. بيخاف الحارس من جيمس وبيعرف انه هيكون مسجون مش سهل. تاني يوم بيروح جيمس علشان ياكل مع باقي المساجين، كان في مجموعه من المساجين قصاده عمالين بيتكلموا عليه، وبيعرفهم واحد فيهم ان جيمس كان متسابق عربيات. بعدها بتيجي مجموعه تانية من المساجين وبيبقوا عايزين يضربوا جيمس، ويفضلوا يعملوا حركات غريبه قدامه علشان يستفزوه، وبيقولوا لباقي المساجين ان هو جاي هنا علشان قتل مراته بدون رحمه، انهم مش هيسمحوا لواحد زي ده ان هو يعيش معاهم في السجن. ولما جه يضربوا جيمس تفادى الضربه وحط عليه، ويمسك الطبق المعدني اللي كان فيه الاكل وبيضربوا بيه، بيقع على الارض. بعدين بيجوا الحراس في الاخر وبيهجموا عليهم علشان يسيطروا على الوضع. بعدها بياخدوا رئيس الحراس علشان يقابل رئيس السجن اللي بيبدأ يمدحه لأنه شجاع. من أول يوم ليه في السجن دخل في خناقة مع أكتر عصابة موجودة في السجن، ولكن جيمس بيتجاهله ومش بيهتم بكلامه، وبيدخل مكتب رئيسة السجن واللي اسمها هينسي، وبيقف قدامها من غير ما ينطق ولا كلمة، وبتبدأ تقول له إن السجن بتاعهم موجود فيه أخطر مجرمين في العالم، ورغم كده كلهم عارفين نظام السجن وماشيين عليه، وعلشان كده هي بتقدر تسيطر عليهم. وبتقول له إنه ما ينفعش إنه يكون هو الشخص الوحيد المشاغب، ولازم يتبع النظام زي الكل، وما ينفعش إنه يدخل في خناق ومشاكل من أول يوم ليه في السجن. بتعرفه إن هي شافت الملف بتاعه وعارفة إن هو كان متسابق قديم، وبتقدم له عرض كويس جدا. وبتقول له إن فرانك أشهر متسابق في السجن مات، ولكن مفيش حد عارف إنه مات، ومفكرين إنه في المستشفى. ولأن فرانك كان دايما بيلبس قناع فمفيش حد فيهم عارف وشه، فسهل عليهم ان هم يجيبوا اي حد تاني ويلبس القناع بتاعه ويتسابق بداله. وبتقول له ان فرانك رغم كل الحوادث اللي كان بيحصل لها وبرضه كان بيرجع تاني للسباقات. وبيعرف وقتها ان فرانك ده مش شخص واحد، وانه كان بيموت كل مره، وهم برضه كانوا بيجيبوا متسابق تاني ويلبسوه نفس القناع. وبتعرض عليه حريته في مقابل انه يفوز في 5 سباقات. وبتقول له ان فرانك كان فاضل له سباق واحد وياخد حريته، ولو هو قدر يكسب في السباق ده هياخد حريته بدل فرانك. وبيبان ان جيمس كان متردد في البدايه، ولكن بعدها بيوافق علشان يقدر يخرج من السجن. وبيعرف ان السباق هيكون بعد يومين، وبتقول له يبدأ يجهز نفسه للسباق. بتاخده معاها للمجموعة بتاعته، ودي كانت بتساعد فرانك في تصليح العربية بتاعته. وبتعرفه على الفريق علشان هيبقى واحد منهم. اول شخص بيتعرف عليه هو الكوتش بتاعهم، وبعدها بيتعرف على باقي الفريق. بياخدوا الكوتش وبيوديه للعربيه بتاعته، والكوتش بيبدا يشرح له كل حاجه خاصه في العربيه وكمان طريقه استخدامها. وبعدها بيبدا يكلمه عن المتسابقين، وبيقول له ان العصابه اللي هجمت عليه في السجن قبل كده واحد منهم مشارك في السباق ده، والشخص ده قدر يقتل متسابقين كتير خلال السباقات القديمه. وبيقول له ان الراجل ده ما عندوش اي رحمه ومش بيهمه حياه اي حد. بعدها بيجي ميعاد السباق وبيمشي جيمس في السجن وهو لابس القناع بتاع فرانك،
ويبدا كل اللي في السجن يشجعوه مفكرين ان هو فرانك. بعدها بيروح مع الحراس لمكان السباق، وبيبدا الكوتش يديله شويه نصايح ملهاش اي 30 لازمه، ويقول له على طريقه فرانك في السباق، وان فرانك ما كانش بيتعامل مع اي حد من المتسابقين ولا حتى من الناس اللي بيشجعوه. ده بيوصل مجموعه من المتسابقات اللي بينزلوا من عربيات تانية جايه من السجن الخاص بتاع الاناث علشان يركبوا مع المتسابقين ويساعدوهم. بتركب كل واحده منهم عربيه مع المتسابقين، بتركب واحده اسمها كيس العربيه مع جيمس زي ما كانت متعوده تعمل مع فرانك. وبيعتقد جيمس انها ما تعرفش خبر موت فرانك، ولكنها بتقول له انها عارفه، وبتقول له ان هو يقدر يخلع القناع، وان ازاز العربيه بيمنع اي حد انه يشوف. بيطمن جيمس وبيقلع القناع. ده بتقف كل العربيات وهي مستعده للسباق. بيبدا السباق وبيتحرك جيمس على اقصى سرعته، وبتقول له على الطرق المختصره علشان تساعده يكسب في السباق. وبيسمع جيمس كلامها وبيبدا يتقدم عن باقي العربيات. وبنشوف على الارض دوائر مرسوم فيها اسلحه. العربيه اللي بتدوس على الدوائر دي بيتفعل الاسلحه اللي في العربيه بتاعته. بنشوف واحد من المتسابقين بيضرب على التاني قذيفه، العربيه بتاعته بتتقلب وبتتدمر. ولما بيحاول المتسابق اللي فيها يطلع، يجي المتسابق اللي اسمه جو بالعربيه بتاعته وبيخلص عليه. وبيفضل جو يطارد جيمس طول السباق لانه مفكره فرانك. يحاول جيمس يضرب عليه نار، ولكن الاسلحه اللي في العربيه ما كانتش شغاله معاه. وبعدها رمت كيس السلاح اللي بيطلع منه بنزين من سقف العربيه، وبينزل على العربيه اللي وراه. بعدها بتخرج من سقف العربيه وبترمي عليه شعله نار بتولع في العربيه. وفي وقت السباق بيشوف جيمس متسابق تاني وبيعمل له نفس الحركه اللي عملها له الشخص اللي قتل مراته. وبيتصدم جيمس وبيعرف ان هو ده اللي قتل مراته وهو سبب دخوله السجن. يستمر السباق على كده لحد ما بتنتهي الجوله الاولى. بنشوف 6 متسابقين بس من اصل 9. بعدها جيمس بيروح لان المتسابق ده هو اللي قتل مراته علشان يلبسوا الجريمه ويدخلوا السجن. كل ده علشان يتسابق مكان فرانك. لكن هنسي بتعترض على كلامه وبترفض تتكلم معاه في الموضوع، وبتقول له انه لو رفض يدخل السباق فهو عمره ما هيشوف بنته تاني، وانها هتعيش مع عيله تانيه وهتتبناها. فبيتضايق جيمس جدا وبيوافق يكمل السباق. ده بيبدا يتكلم مع الكوتش في الساحه وبيقول له على كل الموضوع، وبيقول له ان هو عارف ان هنسي هي اللي طلبت من باشينكو وهو ده المتسابق اللي قتل مراته يقتل مراته وعشان يدخله السجن ويتسابق بدل فرانك. فبيتصدم الكوتش من كلامه وبيتضايق جدا، وبيشوف باشينكو قدامه فبيتعصب وبيروح وراه. لكن بعد ما بيدخل المكان بتاع باشينكو بيبدا كل افراد العصابه يهجموا عليه وبيقدروا يكتفوه. ولكن قبل ما بيضربوه يجي واحد من فريق جيمس وبيضرب باشينكو، وبيقدر جيمس انه يقوم وبيضربهم كلهم. بيضرب باشينكو وبيوقعه على الارض. لكن قبل ما بيضربه بيجي رئيس الحراس بالكهرباء وبيسيطر على الموقف. بعد ما الجوله الثانيه بتبدا عربيه باشينكو بتتخبط وبتقف. بعدها بيطلع جيمس بالعربيه بتاعته وبيقتل. يكون ده كله قدام الكاميرات. ده هنسي بتتضايق وبتطلع المدرعه بتاعه الامن وبتقول لهم يدمروا اي عربيه في طريقهم. بالفعل بيدمروا كل العربيات ما عدا عربيه جو جيمس. بعدها بيطلب جيمس من الكوتش يوصله بالعربيه بتاعه جو، وبيوصلوا بيه فعلا وبيكلموا بيقولوا ان هم لازم يدمروا المدرعه دي، وبيوافق جو. بعدها الاثنين بيدوسوا على الدايره اللي كانت على الارض وبيطلع اسلحه وبتدمر المدرعه وبتنتهي الجوله الثانيه. بعدها بنشوف حد بيحط قنبله في العربيه بتاعه جيمس. بعدها بيروح جيمس وبيعرف جو على الحوار كله وبيقول له انهم لازم يهربوا من السجن ده مش يقاتلوا بعض علشان يخرجوا، وبيوافق جو. ولما السباق بيبدا بيروح جيمس ناحيه السور بتاع السباق وبيفجروا وبيخرجوا الاثنين وبيروحوا ناحيه كوبري المدينه. وبتقرر هنسي تفجر القنبله اللي في عربيه جيمس، ولكن القنبله ما بتنفجرش وهما ما بيبقوش عارفين السبب. بعدها الشرطه بتبدا تضارب جيمس وجو. جيمس بيطلب من كيس انها تسوق العربيه بداله ده لانها كده كده هتخرج من السجن كمان شهرين. وبعدها بتوافق. وبعدها بتوقف العربيه بعد ما جيمس بيهرب، وبتطلع وهي لابسه القناع وبيقدر جو وجيمس يهربوا. بعدها حد بيبعت هديه لهنسي، لما بتفتح بتلاقيها القنبله بتاعتها وبيضغط الكوتش على الريموت وبتتفجر. بينتهي الفيلم على كده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جايه. سلام.